ما شاء الله الملوخية الخضراء اليومين دولت مالية السوق، وسعرها كمان وشكلها جميل جدا. فتعالي نخزنها مع بعض بتركات. انا عن نفسي واخداها من حد يعني شغال في التخزين، قال لي على شوية نصايح كده هتخليها معاكي خضرة من السنة للسنة، مش هيغير لونها ابدا، وهتطلعيها كأنك جايباها لسه دلوقتي حالا. كمان هقولك على سر الطشة اللي بتتميز بيه الملوخية المصرية، وازاي الطشة تطلع معاكي حلوة والصوت اللي عدى ده. وهقولك ازاي تختاري الملوخية، وازاي تقطفيها بشكل صحيح يخليها ما تسقطش معاكي. بس في البداية صلي على النبي وحطي لايك حلو وفرحيني بيه، يا رب يفرح قلبك. ولو ما انتش مشتركة في القناة اشتركي فيها وفعلي زر الجرس عشان بنزل وصفات يومية تصلك كلها اول باول. في الاول كده عندي ايه، انا جايبة كمية عشان هخزنها. دي حزمة منهم كده، يعني حزمة او رابطة زي ما بتقولي عليها. جايباها كده وقصل ايه الاطراف بتاعتها اللي في الخلف علشان ايه تكون نظيفة معايا، وعطيالها شطفة بالمية كده. هنيجي بقى على طريقة التقطيف، وهتقولي لي هو تقطيف الملوخية ده عايز تعليم؟ هقولك ضروري قوي وانت بتقطفي الملوخية انك تاخدي جزء من يعني بصي، شايفه ده، بتاخديها كلها بالعصايه بتاعتها الرفيعه ديت، مش بتقطفيها بس كده وتسيبي العصايه ليه. العنق ده زي ما بيقولوا عليه ده هو اللي بيديها العرق ويخليها تديك المطه اللي شفتيها في اول الفيديو وما تسقطش منك. فلما تيجي كده تقطفيها، قطفي الورقه بالعصايه الرفيعه بتاعتها ديت، وتعالي على الحته اللي قدام اللي هي الاخيره دي بتشيليها ايه مع بعضها. طبعا انا هقطف الكميه كلها زي ما انت شايفه كده، وبعدين ايه هوريكي بعد ما اخلصها. خلاص بعد ما قطفتها كلها بالطريقه دي، شوفي انا هنا ايه واخده ايه، مقطفه الورقه بالعنق بتاعها الرفيع ده هو اللي بيخليها ما تسقطش معاكي. ودي معلومه انا واخداها من ناس شغاله في الموضوع وفي تخزين الملوخيه. غسلتها كويس وغطيتها بفوطه علشان خطوة الفوطة ديت بتشيلك اي مية زايدة من الملوخية، علشان لما تخرطيها تبقى معاكي حلوة وناشفة كده، وما تبقاش ايه يعني ما تسودش كمان بالشكل اللي انت شايفاه ده. شوفي ما شاء الله لونها. مهم قوي انك تجيبيها ورقها سليم، ما يكونش فيه اي اخرام او اي حاجه بايظه، عشان لو في واحده بايظه تبوظ الباقي. انا هفرم على صينيه عندي كبيره كده، لان حجم الملوخيه اللي عندي كتير. طبعا انت لو انت جايبه يعني كميه صغيره ولا حاجه، هتخرطيها على اي حاجه، سواء بقى الايه البلانشة بتاعه الخضروات او اي حاجة، هتكون سهلة برضو معاكي. انا بحط صينية كده وبنزل بيها، وبجيب مفرمة الملوخية، وبحب قوي افرم الملوخية بالمفرمة التقليدية اللي بتاعت امهاتنا. انت ممكن تاخديها كلها في الكبة وبتكون اسرع، بس بصراحة انا جربت الطريقتين. طريقة انك تفرمي الملوخية في الكبة ما بيطلعش الملوخية معاكي حلوة خالص، بتلاقيها بتمط كده مطة غريبة وشكلها مش بيكون طبيعي. انا عن نفسي ما بحبذهاش نهائيا. افرميها الفرم التقليدي بتاع امهاتنا ده، بتبقى حلوه قوي لما تخزنيها، وبتبقى حلوه في طعمها وفيها ريحه زمان كده. يعني ايه، مفرمه الملوخيه دي موجوده في كل بيت، يعني مش صعب انك ايه تعمليها، تاخد معاكي وقت لكن النتيجه هتكون تحفه بصراحه. هبدا اخرطها كلها بالشكل ده كده، وتعالي بقى ايه على التركه بسيطه كده بتديها طعم حلو قوي. هنزل بقرن فلفل سبايسي وايه هفرمه معاها بالشكل ده. انا طبعا ده القوام اللي انا عايزاه في الفرم، انت ممكن تنعمي سن عن كده. تعالي بقى على السر اللي يخليها معاكي خضرة، معلقه من بيكربونات او اي محسن كيك، يعني ايه هو ده هي نفس الماده البيكربونات ديت، وانزلي عليها معلقه من السكر. وده السر التاني اللي بيحفظها ويديها تسكيره ويخليها ما تسقطش معاكي في الايه في الحله. وابدأي قلبيها كويس كده، يعني معلقه البيكربونات ومعلقه السكر لما انت تخزنيها هتفضل معاكي باللون الحلو ده. ممكن كمان تعصري عليها عصره ليمونه فريش، بتبقى جميله قوي. بس انا بصراحه ما كانش عندي ليمون في الوقت ده، لكن انا في الغالب بحط عصره ليمونه كمان لانه بتمنع الاكسده. هاتي بقى عندك اكياس تلاجة كده، وابدأي حطي الكمية على قد الطبخة بتاعتك، او حطي الكيس عبيه على حد اخره وافرديه طبقة رقيقة. ولما تيجي تخرجيها تعمليها ايه كسريها، بتبقى سهلة معاكي قوي. وخدي على قد الحبة اللي انت هتعمليهم، والطريقة دي عملية جدا وكويسة جدا. اهم حاجة تفرديها في الكيس وتخرجي اي هوا منها بالشكل ده. بصي، تحطي كده في الكيس وتخرجي اي هوا. طبعا انتي لو حابه تحطي في كل كيس على قد الطبخه بتاعتك تخرجيه مره واحده بيبقى ممتاز برضو. انا ساعات بكون عامله كميه كبيره علشان ما اخش مساحه كبيره في الفريزر، يعني بحط الكيس كله بعبيه كله وافرده رقيق، ولما باجي اطلع بكسر منه حته ايه بحته. بصي بفرده اهو، وبتطبقيه وتخرجي اي هوا منه. شوفي لون الملوخيه عامل ازاي.
لون الملوخيه ده بسبب معلقه البيكربونات ومعلقه السكر هيفضل معاكي باللون ده لحد السنه الجايه، لا هيسود ولا هتغير معاكي ولا هتسقط في الشوربه وانتي بتعمليها ولا اي حاجه خالص. خديها بالشكل ده، حطيها في الفريزر وهتدعيلي لانها تفضل بلونها ده لحد السنه الجايه. خزني بقى الكميه اللي انتي عايزاها، انا بس وريتكم كده شويه ايه علشان تعمليها بالشكل ده. تعالي بقى نعمل شويه ملوخيه كده. عندي شوربه، يعني شوربه تكون كويسه، الملوخيه بتحب شوربه حلوه كده، وشوربه الفراخ بتبقى فيها جميله قوي. انزلي بقى بكميه الملوخيه اللي انت عايزاها وتعالي على النار واعملي الايه، الطشه اللي هي سر الملوخيه. هنيجي كده معلقتين كبار من السمنه، عليهم بقى فص توم ايه مهروس بالشكل ده كده. وابدأي اول ما التوم يبدأ معاكي يتشوح وياخد اللون الذهبي الحلو كده، هننزل عليه معلقة كبيرة من الكزبرة. وبقى ايه، وحطي كده واسمعي الطشة وكلي قطع ملوخية ممكن تعمليها. بصراحة بعشق الملوخية. لو انتوا زي كده اكتبولي في الكومنتات، ولو بتعملوها بالطريقة دي برضو قولولي، او بتعملوها بطريقة مختلفة. وما تنسوش تحطوا لايك تدعموني بيه، ولو مش متابعاني تابعيني.